بما تسمى سورة طه، سورة الكليم. ما السورة التي شيعها 30,000 ملك؟ الفاتحة ويونس. في من نزل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الأخنس بن شريق. ما أول ما أنزل من سورة آل عمران؟ قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السورة التي تعدل قراءتها 1000 آية؟ التكاثر. كم سورة من سور القرآن تبدأ بالاستفهام؟ 6 سور. من المشار إليه بقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الصحابة 7 الذين اشتهروا بإقراء القرآن؟ أبي بن كعب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت. بماذا تسمى سورة الكهف؟ تسمى الحائلة. ولماذا سميت بالحائلة؟ لأنها تحول بين قارئها وبين النار. مشار إليه بقوله تعالى: فقد سرق أخ له من قبل، يوسف عليه السلام. بماذا تسمى سورة السجدة؟ سورة المضاجع. ما آخر آية في القرآن الكريم؟ قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من المقصود بقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه؟ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟ لاشتمالها على الكثير من الأحكام الخاصة بالنساء. بماذا انفرد القرآن في نزوله عن سائر الكتب التي أنزلها الله قبله؟ إنه نزل منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحوال. ما أغرب آية في القرآن الكريم؟ قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. من المرأة التي أشار إليها قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم؟ بلقيس ملكة سبأ. من المقصود بقوله تعالى: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ موسى عليه السلام. من الداعي في قوله تعالى: يدعو الداعي إلى شيء نكر؟ إسرافيل عليه السلام. ما الاسم الذي عرفت به سورة النصر؟ سورة التوديع.